السلام عليكم الدراري. هذا تاني فيديو ليا غادي نبدا كونسيبت جديد ديال كل سيمانه ندير فيديو على شخصيه معروفه. الكونسيبت غادي يكون سميتو اكس ستوري. ما تنساوش الدراري تدعموني بسبسكرايب لايك اند كومنت. الراجل اللي في التصويره هو من اخطر المجرمين اللي كاينين في العالم، خواكين غوزمان لويرا، 61 عام، كيعيطولو التشابو اللي كتعني بالدارجه القصير. هو اكبر مهرب للدراكس في المكسيك، بحيث يمكن لينا نقولو التشابو ايكيفالون اسكوبار، غير واحد في المكسيك والاخر في كولومبيا. هو رئيس عصابه سيناتول كارتل. التشابو تولد في اسره فقيره بولايه سيناتولو في المكسيك. بنى بالجرائم ديالو امبراطوريه خلاتو من اغنى الناس اللي كاينين في العالم، وهادشي اللي خلاه يدخل الفوربس ليست بثروه تقدرات بمليار دولار امريكي. اما بالنسبه للشهادات الشهادات ديال الناس كتقول بلي كان عايش حياه الرفاهيه. خونا كان عايش شي حاجه فوق بيس. القصور عطا الله، كيسافر للشينوا غير باش يقمر، وكيسافر حتى لسويسرا باش يعالج البشره ديالو باش ما يبقاش يبان كبير. زيد عليها قالك التشابو عطى الرشوة ب100 مليون دولار للرئيس المكسيك في ديك الوقت انريكي بيينا نيتو، غير باش ما يبقاوش تابعينو البوليس. التشابو كانت عنده عصابة جامعة غير المحترفين باش ينفذ الجرائم ديالو، الخطف، القتل والتعذيب المنافسين ديالو. اي حاجة تقدر تطيح في بالك كيديرها التشابو، وكاع راه طايح في عمليات اغتصاب القاصرات. التشابو خلى المكسيك غرقات في حرب دراكس بسبابه، حتى امريكان ما فلتاتش من الحرب ديالو، وغرقات بالاطنان ديال الكوكايين والهيروين والماريوانا. وهذا الشيء كيخلينا نسولوه على كيفاش كيدير ليها، وشنو اللي كيخلينا ندخلوه في الليست ديال المقودين في الدومين. الانفاق اخاي هي كلمه سر التشابو، لدرجة كيعيطولو ملك الأنفاق. كان كيستخدم التشابو الأنفاق مطورة وغارقة بزاف لدرجة الرادارات اللي كاينين في الأرض ما كتحسش بها. كاميوات وسكات كانوا كيدوزو تحت الأرض كيهربوا الدراكس من المكسيك حتى الميريكان، وفي الروتور كترجع شابكة فلوس. ومنين كيدخلوا الفلوس للمكسيك كيلقاو طيارات ديال التشابو كيساينو كيديو الفلوس للبلايص اللي بغا التشابو. التشابو زيد عليها كانوا عنده عشرانو في البنكات اللي كيتكلفوا يرجعوا له فلوسو ليغال. هاد الميثود الانفاق هي نيت اللي كان التشابو كيستعملها باش يهرب من البوليس في كل مره. البوليس قدروا يشدوا التشابو وهرب من الحبس في 2001. بعد 13 عام وبالضبط في 2014 درموا عليه البوليس البلاصه فين مخبي في سيناتول. ولكن التشابو هرب من واحد تونيل اللي كان تحت الحمام. شي ايام من بعد شدوه البوليس في واحد المدينه قريبه لسيناتول ورجعوه للحبس. من ورا عام 2015 كان جالس التشابو في الشومبر اولا في السيلول ديالو حتى اختفى من واحد النفاق اللي عاوتاني تحت الحمام ديالو. سنه اخرى في 2016 دخلوا عليه المخزن في البلاصه اللي جالس فيها، وهرب عاوتاني من تونيل كان ورا المرايا. ولكن كيتصدم ملي كيخرج من القادوس وسط المدينه وكيشدوه البوليس. وهاد المره المكسيك قالت الامريكان هاكيه انا راه قهرني، وتما غادي يتحاكم. بعد هادشي كامل دابا التشابو مدان ب10 ديال التهم: تجاره المخدرات، وامتلاك اسلحه غير قانونيه، وغسيل الاموال والتهريب. المهم خونا مقودة ديال بصح. المحاكمة ديالو بقات 10 سيمانات، شهدوا فيها ناس قراب ليه بزاف، ومنهم الزوجة ديالو اللي كانت ملكة جمال المكسيك في واحد الوقت، إيما كورونيل. أغلب المحامين كيقولوا بلي غادي يتحكم بالمؤبد، ولكن المحامين ديالو كيقولوا بلي غادي يستأنفوا التشابو في الحبس. ولكن هادشي ما كيخليناش نقولوا بأن الأعمال
والعصابة ديال الشابو وقفات. العصابة ديال الشابو سيناتو الكارتل اللي مترأسها دابا الابن ديال الشابو، وكاملين كنعرفوا الطريفة اللي طرات العام اللي فات في 18 أكتوبر 2019، بحيث البوليس قبضوا على ابن الشابو، وهادشي اللي خلى سيناتو الكارتل تعلن الحرب على الحكومة، وتحولت المدينة لساحة حرب بين العصابة والدولة. ومن بعد هجمات سيناتو الكارتل على الحبس باش يهربوا ولد الشابو. العصابة حكمت المدينة من كاع الجوايه لدرجة العسكر والبوليس ما قدروش عليهم. بعد 24 ساعة اضطر وزير الداخلية يطلق ولد الشابو باش يحافظ على أرواح الناس. إلا بغيتو تشوفوا كاع الأحداث الدموية لحظة بلحظة، كاين هاشتاغ في التويتر اللي غادي نحطو في الديسكريبشن، تقدروا تقلبوا عليه في فيسبوك ولا في التويتر، غادي تلقاو فيديوهات اللي كيلخصوا الواقعة. واللي بغى يزيد يعرف اكثر على حياة الشابو راه كاين بزاف ديال لي دوكيومونتير اللي كيحكيو قصته، وزيد عليها كاين مسلسل في نتفليكس سميتو الشابو كيعاود القصة ديالو من A حتى ل Z. اللي عجبو الفيديو ابوني، جيمي، كومونتير لعز الدراري. تهلاو.